النهاردة هنعمل إعادة تدوير لعلبة التونة دي ونعمل منها ديكور شتوي حلو قوي وبسيط جدا. تعالوا يلا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة هنلون علبة التونة من جوه ومن بره. أنا استخدمت لون أكريليك أبيض، ويفضل إن احنا نلونها بالسفنجة كده مش بالفرشة، لأن السفنجة بتعمل كده تأثير شكله حلو قوي. لحد بقى ما العلبة تنشف هنجهز الحاجات اللي هنحطها فيها. أول حاجة عشان نعمل رجل التلج أنا استخدمت صلصال الفوم وجهزت الألوان اللي هحتاجها، وكمان هحتاج الأداة اللي بتكون مع الصلصال دي. عملت الأول كورتين كده باللون الأبيض بس تكون واحدة أصغر من التانية شوية، وبعدين هحطهم فوق بعض كده. الأداة دي بقى حددت كده مكان العيون، وحطيت مكانهم قطعتين صغيرين جدا باللون الأسود. واللون البرتقاني بقى عملت منه المناخير. وبعدين هعمل طاقية باللون الأسود هتكون عبارة عن مستطيل كده هحطه بالعرض، وعليه مستطيل تاني هوقفه كده بالطول. وبعدين هستخدم الأداة دي عشان كده أدمج القطعتين مع بعض كويس ويكونوا ثابتين وشكلهم مظبوط. آخر حاجة بقى عملت كوفية ولفتها كده بين الكورتين. الإيد بقى استخدمت قطعتين كده من جذع شجرة كان موجود عندي وغرستهم كده في الصلصال قبل ما ينشف. وباللون الأسود بقى أرسم بقى النقط دي كده للبق والزراير. كده بقى خلاص جاهز والعلبة كمان نشفت. هستخدم بقى فايبر زي ده كده وأي زرعة أو شجرة صغيرة. أنا شلت بس القاعدة بتاعتها وهثبت الأول فايبر في العلبة وبعدين عليه الشجرة، وبعدين هثبت جنبهم السنو مان، وبعدين هحط شوية فايبر كمان، وبعدين دلوقتي هقفل العلبة. هستخدم بقى أي قطعة بلاستيك أو فايل شفاف وهلزقها كده بالسوبر جلو عشان ما يعملش أي أثر. لو استخدمتوا بقى الشمع ممكن تستخدموا أي شريط أو خيط خيش وتلزقوه على الإطار ده عشان يغطي الشمع ويكون شكله حلو. كده خلصت خلاص، هلزق بس في الظهر كده قطعة من خيط الخيش عشان تتعلق منه. وبعدين حبيت أزود الشريط ده كده على العلبة، لفيته عليها وبعدين ربطته في يونكة من فوق. وبس كده. بجد شكلها كيوت قوي، وتقدروا بقى تحطوا جواها أي حاجة انتوا عايزينها. لو في أي لعبة صغيرة أو أي حاجة متوفرة عندكم هتطلع بقى تعليقة قمر قوي وشكلها بجد مميز جدا. هستنى رأيكم.